يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بتجربه بقى السوشي دي. تاني مره اجربه، هو عجبني جدا. جربته من مكان مختلف. اول مره رحت المطعم وقعدت فيه كان في الشيخ زايد وعجبني جدا، فقررت ان انا اجيب المره دي وانا قاعده في البيت. لو عايزين بقى اعمل لكم فيديو مختصر بالتفاصيل بالمكان وجبت انواع ايه والاسعار وكده، اكتبولي في كومنتات وانا هعمل لكم جوله باذن الله في محل سوشي. وهقول لكم على جميع الفليفر وايه الكويس وايه المش كويس وايه اللي انت ممكن تجيبيه كأول مرة تجربة ليكي. الكيس الصغنن ده كان وسابي، كان ده دمار، كان حرق جدا. لو عايزين بقى اعمل لكم جولة في محل سوشي اكتبوا لي في كومنت وانا هعمل لكم جولة باذن الله. انا هنا كنت عمالة بحاول ان امسكها بالعصيان بس كانت عمالة تقع مني، وهي وقعت مني فعلا، بس عادي هاكلها يا تهرب مني. وفي منه انواع كتير، في مقلي وفي ني، او في بالكابوريا وفي بالكافيار، في انواع كتيره قوي. انا جربت كذا حاجه وفي حاجات عجبتني وحاجات ما عجبتنيش. لو انتوا عايزين انا انقل لكم التجربه دي بالتفصيل اكتبوا لي في كومنت وانا هعمل لكم التجربه دي باذن الله. انت لازم تتشجعي وتاخدي الخطوه ان انت تجربي اكلات جديده وتجارب جديده. لازم تتشجعي عشان تبقي على الاقل تبقي عارفه كل حاجه طعمها ايه. بس بجد كانت تجربة ممتعة وانا اتبسطت جدا، واكيد هكررها، مش هتبقى اخر مرة ولا اول مرة، لان دي تاني مرة اجربه. بجد عجبني جدا، بس انا جربت بفليفر مختلف عن المرة اللي فاتت. وهنا احمد كان بياكلها بالشوكة، ما كانش عارف يمسك او ياكلها بالشوبستيكس. فانا الصراحة انا بحب اجرب، وحاولت ان انا اعملها، يعني بعملها لحد ما يعني بتعلم. بس ما انا لسه بقى لازم اتعلم كويس جدا عشان لما اجي اروح الصين ابقى او اليابان اعرف ان انا ايه اكل زيهم، ابقى ايه زيهم بالظبط. بس وبجد انا اتبسطت من التجربة. وده يكون فيديو النهاردة. لو عجبكم هو بسيط جدا، لو عجبكم متنسونيش بقى بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، وقولوا لي اكلات جديدة اجربها لان انا بحب التجربة. بحب اجرب اكلات جديدة. لو انتوا كلتوا اكل ياباني تاني وعجبكم اكتبوا لي في كومنت وانا هجربه لكم باذن الله. وبس كده، باي باي.